شابمان اللي سجل 4 بوينتس بالشوط الاول من الجيم. 7 بوينتس لزاك لوفتون، 6 بوينتس لنعيم أراباي. زاك لوفتون على الرمية الحرة الثانية. زاك عم ينجح بالرمية الحرة الأولى. إذا بنرجع حكمة عم بيسجل 2 بوينتس مع الكوارتر الثالث من الجيم. شابمان برميات حرة. أحمد إبراهيم عم بيضغط وعم بيجبر الفريق عماني على تورن اوفر. هذا هو طه الحاشدي. زاك حكمة عم بيخسر الكرة. من جديد الضغط كبير. شوف قد ايه ضغط فريق الحكمة. قلت لكم هلا السيزون رح يكون نادي الحكمة بأفضل أداء دفاعي له منذ سنوات. حكمة رح يكون كثير اورجنايز مع هذا الكوتش. مخرج اللقاء اعطانا السبب. مدرب يوناني قلت ربح مع نادي الحكمة بطولة الدوري وبطولة آسيا عام 2004 وبيرجع بعد ما كان عنده تجربة كبيرة في كل مكان بأوروبا مع أهم الأندية الأوروبية. باناثينايكوس عفوا أولمبياكوس، زالغريس الليتواني. عموما خلينا نشوف هالكرة ضايعة. شوف بوبو بالافورت الكبير على ارض الملعب على المستوى الدفاعي. عموما نادي البشاير عماني بيحاول 0 بوينت بالكوارتر الثالث من الجيم. بوبو عم بيقاتل الكل. بوبو عم بيربح ريباوند جديد له بالجيم. بوبو ثاني ريباوند له بالجيم. كرة بوبو بياخذ كرة على 3 نقاط. بوبو ما بينجح. كرات كثير عم بيركز نادي الحكمة عليها. لو كنت مكان الكوتش اليوناني قول له لا، قول لعيبتك اعمل درايف على الباسكت، اعمل اتاك على الباسكت. ليش عم نشوت من خارج المنطقه؟ بالباسكت بول بعض الاحيان لما تكون اوبن شوت خذها، بس بكل الاحيان لازم تسجل. اذا ما لقيت مكان تسجل لازم تعمل اتاك، تعمل فاست بريك بوينت زي ما بنشاهد. وزاك لوفتون ب 2 بوينتس جديده. ما بينفع انه حتى لو اوبن شوت تاخذها بس على 3. لازم تقدر تلعب كمان وتنوع لتقدر تسجل. زاك لوفتون جاد زميلنا جورج السويدي والزملاء كمان من LBCI رح يتواجدوا هنا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي كمان لتغطية الفعاليات، تغطية فعاليات البطولة. نكون وراء فريق الحكمة بهالبطولة. وحاليا في 2 بوينتس درايف حلو كثير عن طريق اللاعب العماني اللي اسمه أو اللاعب الأمريكي اسمه شاكير، لاعب فريق البشاير العماني. إذا زميلنا جورج السويدي وفريق العمل بالLBCI رح يكونوا حاضرين خلف فريق الحكمة لمتابعته بهالبطولة في المجموعة الأولى ووصولا للمباريات النهائية زي ما كنا مع مختلف الفرق اللبنانية، زي ما كنا مع الرياضي وخلف بيروت، خلف الشانفيل، خلف الهومنتون وكل الفرق اللبنانية اللي عم بتشارك خارج لبنان واللي عم بتمثل لبنان. شفنا كمان فرق زي الأنطونية وهوبس عندهم مشاركات. الأنطونية عنده مشاركة بالبطولة العربية، وهوبس اللي قدر يفوز كمان ببطولة الشارقة الدولية للباسكتبول. نقول له مبروك لنادي هوبس. إذن كل الفرق اللبنانية عم بتكون خير سفير لكرة السلة اللبنانية وين ما كانت عم تلعب. عموما هون محاولة درايف أمام أحمد إبراهيم. فيري جود ديفنس. الحكم بيحتسب فاول على أحمد إبراهيم. الخطأ الشخصي الثاني على أحمد إبراهيم بالجيم. أمامنا اللاعب الأمريكي نادي البشاير تيريس تومسون. تومسون رح يكون على الفري ثرو لاين الأولى بنجاح. قلت لكم الشوط الثاني من المباراة رح يفرق الحكمة بشكل كبير. هي أول مباراة له بالمجموعة الأولى، المجموعة اللي فاز فيها الفتح الرباطي في أول جيم على الوحدة الإماراتي 73
51. جاد خليل كرة بالانسايد، تشابمان. حلو هالتمريرة من أحمد إبراهيم عن تشابمان. قلت لكم كمان هالموسم الحكمة رح يكون أقوى بالانسايد من أي موسم ثاني. حاليا بدي أذكر إنه كلي أنتوني إيرلي ما شاهدنا أبدا على أرض الملعب. كرة تحت الباسكت، الصولي بيسجل 2 بوينتس. كلي أنتوني إيرلي عنده بيعاني من المرض بهالمباراة، وقرر الكوتش إلياس زوروز ما يشركوا بهالجيم. عمان زاك لوفتن كرة مقطوعة بتوصل دائما عند فريق البشاير العماني. 47 مقابل 35. شاكير لعيب ممتاز على فكرة، كروس اوفر يمين شمال. شو حلو هالتمريرة. وحاليا في دانك رهيب، دانك رهيب. تومسون عم بيستعرض على تشابمان وعم بيسجل. حاليا في وقت مستقطع عم بيطلب الكوتش إلياس زوروز لنادي الحكمة بعد خلينا نقول النقاط السريعة اللي بيسجلها الفريق العماني اللي عم بيستعرض بسلة فريق الحكمة. وهنا بوست رائع على تومسون على تشابمان. We play one down, take your time, let your pass. Okay, we get the ball. Out, the ball. Go to the ball, get the ball. Out the ball, out the ball. Pick it up, out, extra pass. I'll get back. تشابمان، احمد ابراهيم، زاك لوفتن، هالثلاثي الرهيب. عموما تشابمان امامنا، كرة بياخذ جامب شوت ضايعه. 8 نقاط عمانيه بالكوارتر الثالث، 6 بوينتس للحكمه. شاكير فرق 10 بوينتس. قلت لكم الحكمه رح ينافس الرياضي هالموسم بشكل كبير مع بيروت، مع الهومنتمن، مع الشانفيل. وحاليا الصولي تحت الباسكت امام تشابمان اللي عم بيكون فيري ليزي. لو كنت مكان الكوتش زوروس رح اتي بتشابمان اقول له لا، من اول الموسم بدي اياك اكثر، فعال اكثر تحت الباسكت، انشط تحت الباسكت، لانه انت الريم بروتكتر للحكمه هالموسم. عموما جاد خليل بيك اند رول، تشابمان فري ثرو لاين ان اند اوت، ضاعت. تشابمان المفروض يروح على البنش. نعيم رباي لو كنت مكان مدرب الحكمه راح ادفع فيه على ارض الملعب، لاعطي فريش ليجز على ارض الملعب. وينه نعيم رباي؟ وينه نعيم رباي؟ يبدو الكوتش عم بيسمعني. بياتي بنعيم رباي وجو ابي خرس معا. لما بتعرف تقرا الجيم بتفاصيلها، بتعرف تقرا دماغ المدرب، بتعرف تقرا التبديلات. عموما تشابمان راح يروح على البنش. نعيم رباي وجو ابي خرس عم بيتحضروا. زاك الحكمه عم بيلعب بشكل فردي اكثر. الحكمه بدون عمل جماعي بالكوارتر الثالث، كله شكل فردي. بيك اند رول، كره على الكورنر، شوي الكره عم بتلف بطريقه افضل. جاد راح، يا سلام عليك، راح على الباسكت، باسكت ان ورميه حره اضافيه. برافو جاد. هي احلى هجمه للحكمه بالكوارتر الثالث. الكره لفت من سايد لسايد، لقى جاد خليل الجاب، عمل درايف وقدر يربح باسكت وعنده الاند 1. في تبديل راح نشاهده، يا ريت نشاهد التبديل اجرى المدرب الحكمه. رباي على ارض الملعب، جو ابي خرس على ارض الملعب، عزيز عبد المسيح على ارض الملعب. تشابمان بيرتاح بياخذ البريك، احمد ابراهيم بيرتاح بياخذ البريك، وكذلك بوبو. 3 لعيبه. حس الكوتش انه الفريق بلش يلعب بشكل فردي، حس الكوتش انه الفريق بطل يعطي بالنواحي الدفاعيه، عم بيعطي
بلاد جديد على ارض الملعب، وهيك طريقه الاوروبيه، المدرسه الاوروبيه. عموما هنا جاد بالباسكت وهنا ايضا بالاند وان. برافو لجاد، بينجح على الرميه الحره اضافيه. جاد على طريقته بيتحدى اللعيبه. عموما الحكمه عم بيبعد ب3 نقط 3 بوينت بلاي، 50 مقابل 39. الفريق العماني بياخذ كره على ال3 بوينتس. بشاير ضاعت. زاك على الريباوند. زاك لوفتن سريع بالدربل، حلو الرننج جيم. ابي خرس بيطلب الكره بالانسايد. شو حلوه هيك اللعب الجماعي. عشان هيك قلت لكم الكوتش هالموسم ما راح يتفرج على الاسماء، بده يتفرج على التيم اللي بيركض بيلعب، اللي بيدافع بيلعب. شوفوا هالوان تاتش من مين؟ من عزيز لزاك، زاك لجو، وجو بيسجل مع الباك بورد. مش مهم، لكن شوفوا الاهميه قد ايه الرننج جيم وهالافورت بالديفنس. عموما في اصابه للاعب اللي اسمه شاكير، اللاعب الامريكي. الحكم بوقف اللعب. حلوه، من احلى اللقطات واحلى السلات لنادي الحكمه بهالجيم. 52 39. اذا البي سي اي معاكم ومستمرين، وبدي اذكر رح يتم اعاده المباراه بعد نشره الاخبار على البي سي اي. دقائق و27 ثانيه على الكوارتر الثالث. محمود الصولي، محمود كره بالانسايد، دفاعات الحكمه دبل تيم تحت الباسكت، والصولي بيج جاي. وحش الصولي، ثقيل ثقيل الصولي، لكن صعب حدا يتوقف تحت الباسكت. اذا الاعاده رح تكون الساعه 10 بتوقيت بيروت، مو بعد نشره الاخبار. اذا الاعاده رح تكون الساعه 10 بتوقيت بيروت، اعاده مباراه. هنا البيج مان الصولي عم بيسجل 2 بوينتس وعنده رميه حره اضافيه. عارف انه لاعب منتخب سلطنه عمان لسنوات طويله. محمود الصولي عم مع الباك بورد كمان بطريقه غريبه. محمود الصولي عم بيسجل الرميه الحره الاضافيه. عموما جاد خليل، نعيم رباي، ابي خرس، عزيز، وكمان زاك لوفتن. كل البلايز رح تكون لزاك. شوفوا عزيز، خلينا نشوف هالكره سكرين. شوف كم سكرين بالهجمه اخذها زاك، كمان سكرين. شوفوا كم سكرين بالهجمه. شوفوا هذا اللعب، هي استراتيجيه رائعه. ما في حدا بيلعب بشكل فردي والا بغير. هيك قرار الكوتش الياس زورس. عموما زاك تحت الباسكت، برافو. الكوتش اليوناني رحله طويله بالتدريب، مواليد عام 1966 بلشها بالدوري اليوناني مساعد مدرب، وبعد هيك مسك الاولمبياكوس من 2000 2002، وبعد هيك اجى للحكمه 2003 2004. الحكمه وقتها كان اهم فريق باسيا، اهم فريق باسيا. الدليل هو بطل اسيا، بطل لبنان، وربح معهم بطوله اسيا، بطوله الدوري. طبعا تركهم ورجع للدوري اليوناني، وبعد هيك راح للدوري الفرنسي. درب احد من اهم الفرق في ليتوانيا، فريق زالجاريس، اللي كان بيلعب له كمان الكوتش ساروناس اياس كيفيسوس، مدرب الفنار باتش التركي الحالي، لعب له من 2015 بتذكر. عموما هو درب زالجاريس بعام 2013. هذا المدرب درب الانادولو افس يوما ما، درب منتخب اليونان، درب توفاش، مجموعه كبيره من الانديه بطبيعه الحال، حتى فريق توفاش في الدوري التركي، ودرب ايك اثينا. اهم مدرب اليورو كاب عام 2010، بطل ليتوانيا، بطل كاس ليتوانيا، بطل دوري البلطيق، كل هالبطولات. وطبعا تدريبات منتخبات جورجيا اللي استضافوا بطوله اوروبا، طبعا مع شيرمديني ومع اهم الاسماء في جورجيا كان الكوتش زوروس. طبعا درب المنتخب اليوناني. حاليا بينقل كل هالمدرسه وهالتدريب الى نادي الحكمه. بصراحه لو كنت مكانهم بعمل استراتيجيه معه ل3 سنوات، لانه مش مهم منه الا انه حسن فريق الحكمه لاحسن ليفل له، ياتي باحسن تعاقدات على مستوى اللاعبين المحليين او حتى اللاعبين الاجانب، وبتركه لخطه على الاقل 2 ل3 سنين، لانه مش من موسم واحد راح احاسبه. لكن ما بيمنع انه الحكمه راح تشوفه باحسن شكل له بالديفنس هذا الموسم، وباحسن لعب جماعي. ما فيها الون مان شو ابدا. عموما رميه حره بتسجل، الثانيه ضاعت. ابي خرس على الريباوند. زاك بيحضر حاله ليعمل تيك اوف. زاك عنده درايف هائل وعنده شوطه رائعه. شوفوا عزيز اخذها هاند اوف. شوف السكرين ابي خرس، سكرين ثاني، سكرين وري سكرين كمان. عزيز نقل الكره من سايد لسايد، سريع الكره، سريع الكره. مش قلت لكم غير اللعب، ما في وان مان شو. وبالاخر زاك لوين؟ زاك ضيعها، بتوصل عند نعيم. دفاع ممتاز لفريق البشاير، نعطي حقه فريق البشاير، فيري جود ديفنس. الحكم احتسب زون فايوليشن. هذا طه الحاشدي، واحد من حكام النخبه في القاره الاسيويه، وراح يحكم كثير للحكمه هالموسم لانه بيحكم ببطوله وصل.
مو بس هالمباراة. 52 43 9 بوينتس فارق. مباراة في المجموعة الأولى، كل مجموعة بيتأهل عنها فريقين للفاينل فور، والفرق بتحتل المركز الثالث والرابع بتلعب على المراكز الترتيبية من الخامس للثامن. كرة سوري، هاند اوف شاكير، فيري جود ديفنس لعمر جمال الدين وابي خرس بدبل تيم، كونتيست شوت بطريقة رائعة من من زاك، والريباوند بالأخير لمين؟ لعزيز عبد المسيح. الحكمة رغم انه عم بيلعب بدون كلينت شابل، بدون جيرار حداديان، بدون كلي أنتوني إيرلي، مسيطر على المباراة ومرتاح تماما، وحتى جاد خليل واحمد ابراهيم على البنش. زاك لوفتن على الثري بوينتس بيسجل. زاك لوفتن على الثري، جود جاب لزاك. طبعا اضافه كبيره زاك لوفتن لنادي الحكمه. 55 43 بيرفع الفارق لحدود 12 نقطه. زاك حاول نعطيكم الاحصائيات اول باول مع بدايه الكوارتر الرابع على مستوى البوينتس، نقاط السوري درايف، والحكم بيقول في اوت لمس السايد لاين. تورن اوفر جديد على الفريق البشاير، بشاير العماني. زاك لوفتن زاك هاند اوف دائما عند عمر جمال الدين. عمر لزاك، الفريق العماني عم بدافع زون ديفنس. الحكم احتسب اوفنسيف فاول على يبدو نعيم ربا. يا ريت نشاهد اللقطه الاخيره عن نشوف الموفينج سكرين او الفول سكرين او في اوفنسيف فاول بالنهايه اذا اللقطه موجوده. عمول الفرق 12. نبدا وبنرجع لمباشر من جديد. دقيقه و16 ثانيه على الكوارتر الثالث. الحكمه بلش قلت يسيطر على المباراه ويحاول يبعد من جديد الفارق. 41 29 نتيجه الشوط الاول. مباراه فارق 12 حاليا، برضه فارق 12، لكن حاليا الحكمه بيرجع ليرفع الفارق اكثر من هيك قبل نهايه الكوارتر الثالث. ضاعت لاست تاتش على نعيم رباي. الكره عمانيه. البشاير اداء مميز، اداء مقنع كثير لنادي البشاير امام نادي الحكمه اللبناني في اولى مبارياته في المجموعه الاولى. سولي سجل مرتين من خارج المنطقه. حكمه بزون ديفنس. نعيم رباي، فرق جود ديفنس لنعيم، وهون فيها فاول. جود كول لحكم اللقاء، الفاول موجود. طب نعيم رباي شو لازم يعمل؟ ممنوع تعطي الكره للعيب على اللو بوست، رح تكون امورك صعبه. الفاول الثالث عن نعيم رباي، لما يمسك الكره هنا على اللو بوست خلص انت انتهيت، اما فاول اما رح يسجل، اي تاتش رح يكون في فاول. كل الشغل اللي لازم تعمله انه ممنوع يمسك الكره. طب شو لازم يعمل؟ لازم يعمل فرونت، لازم يمنع وصول الكره بالاصل للاعب الامريكي اللي راح يسجل على الرميات الحره. الاولى بيسجلها، الاولى بيسجلها. على فكره حتى اللي بيعمل بريشر على الكره لازم يصعب تمريره بالانسايد. لما تعرف انه نعيم رباي زميلك عم بيدافع على لاعب بيج جاي تحت السله، ما لازم تخلي الكره توصل بسهله بالانسايد. لازم تعمل او تجبر اللاعب اللي عنده الكره يروح فيها للسايد، للجنب، ما يروح فيها بالانسايد. عموما برضه نعيم رباي لازم يعمل الشغل. ابي خرس بيعمل جود سكرين. ابي خرس اند زاك فيها بادي كونتاكت، ما انحسب فاول برايي. في بادي كونتاكت زاكا ممكن حسب له فاول. زاك عم بيحكي مع حكم اللقاء المغربي من المغرب اسماء بنت خضر، وفيها فاول. انا بقول فيها فاول لمصلحه زاك ما تصفر. 55 44. خلينا نشوف هون البادي كونتاكت. شوف هون زاك راح، هون في احتكاك بالجسم، هذا فاول 100%، ما انحسب. هلا الصراع بين ابي خرس والصولي هذا طبيعي في الباسكت بول، ما فيها فاول. عموما كره ضاعت. ابي خرس على الريباوند. زاك لقطها، عمر جمال الدين طلبها. زاك لازم يرفع راسه يعطيها لعمر جمال الدين. راحت عند مين؟ راحت عند عمر. سريعه الى زاك. 13 سكندز على الكوارتر الثالث من الجيم. 3 بوينتس بالاجواء. زاك بحب الثواني، زاك بحب ياخذها من بعيد. الاولى الثانيه. 3 بوينتس بالاجواء. عزيز جود باس من عزيز عند ابي خرس، عمل جماعي رائع، وعزيز عبد المسيح عم بيعطي اسيست ولا اروع، وجو ابي خرس عم بيتحرك تحت الباسكت، عم بيلاقي نفسه مع بيك اند رول رائعه، والحكمه عم بيوصل للنقطه 57 45 وبيرفع الفارق عند 12.
نفس نتيجة الكوارتر أو نهاية الشوط الأول من الجيم. 57-7 أو 45. الحكمة أنهى الشوط الأول 41 بمعنى سجل 16 بوينتس بهذا الربع. الفريق العماني سجل كمان 16 بوينتس. النتيجة متعادلة 16-16 والفارق عند 12 نقطة. وهي آخر باسكت لجو أبي خرس، أو هنا بعض الهايلايتس. هنا عزيز بآخر باسكت لجو أبي خرس، نو لوك باس وروعة من عزيز عبد المسيح. جود جوب لعزيز. Big guy, we force to the screen. We force to the screen. That was soon early. One-on-one, everything show hands. Good team, you can switch. Okay, don't overhelp. She can play different. If it's a low play, she can play. Mark's gonna come help, and they're gonna hit right here. Right here. Hadid and Hassan. If I go up for you or you, first one slip. Hey, okay. But I want Suli under the buzzer. Okay, then I'll go to Suli first. I'll keep switching on. Okay. Try. Look. Try. 45. كرة دائما عند زاك لوفتون، بيك اند رول مع تشابمان، تورن اوفر على الحكمة. شكير درايف على الباسكت من شكير، و2 بوينتس اولى للفريق العماني في الكوارتر الرابع المباراه، اولى مباريات الفريقين ببطوله الوحده. بدي ارجع اذكر انه هالمباراه بامكانكم مشاهدتها ومتابعتها في تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت. كره عند نعيم رباي، نعيم بيعمل بول فيك، ستيب باك، جامب شوت، جود جوب لنعيم رباي. شو حلوه هالثقه وشو حلو هالستايل وشو حلو الاداء يا نعيم، الروعه نعيم. ، 59-47 هاند اوف. شكير، الحكمة بزون ديفنس، تشابمان بتضيع، جاد خليل، الحكمة عم بيركضوا كونوا اسرع، رننج جيم، راح تروح الكرة لوين؟ على الكورنر، راحت على الكورنر فعلا، اكسترا باس، انسلفش تيم نادي الحكمة، برافو انسلفش تيم، الروعة الحكمة وهي على ارض الملعب بالكوارتر الرابع وعم بيعملوا 5-0 رن. الحكمة عم بيبعدوا بالفارق، وحاليا 62-47 الفارق بيروح ل 15 بوينتس. برافو للحكمة. 5-2 نتيجة بالكوارتر، مش 5-0 ران. شفنا فريق عماني سجل 2 بوينتس، شوف هالاكسترا باس من جاد عزيز بانسلفش بلاي، 3 بوينتس لجاد خليل. هاي الطريقة راح نشوف فيها الحكمة قلت أكثر تنظيم ولعب أسرع، ايزي باسكت، أكثر فيها ديفنس. والفرصة متاحة لأي لاعب لنشوفه بكل أسبوع مع الحكمة حسب التمرين اللي عم بيعطيه. راح نشوف أداء مختلف للاعبين، وحتى التايم راح يكون مختلف بين أسبوع لأسبوع. قلت اللاعب اللي بيعمل ديفنس القوي، سوبر افورت مثل بوبو مثل عزيز، اللعيبة اللي بتعمل بوكس اوت، اللعيبة اللي بتنفذ تعليمات المدرب، هي راح تاخذ أكثر وقت على أرض الملعب. It's nothing. Watch the head go. Fight.
good. Everything is good. 1 2 3. ايه 8 دقائق يلا 8 دقائق يلا الاستاذ يلا سوري اخر 8 دقائق يلا كيف حنقول؟ اذا 62 47 الحكمه كمان بالديفنس القوي. شوفوا عزيز كيف عم بيضغط وبرشر ديفنس كثير قوي بهالاوقات. عموما حكم اللقاء بيقول الكره لمصلحه الفريق العماني، مطالب الحكمه ليرجعوا للاي ار اس. يبدو رح يكون في رجعه للاي ار اس. حكام اللقاء بطلب من مدرب نادي الحكمه اذا يرجعوا للاي ار اس، بده يطلب التشالنج. اذا عم بيطلب التشالنج الكوتش ازوروس. هي اخر لقطه، لاست تاتش على عزيز، كمان لمسه اللاعب الامريكي اللي اسمه كريس جونسون. لنتاكد اكثر طه الحاشدي راح يروح طبعا ليشوف اللقطه. طلب المدرب اليوناني التشالنج. البي سي اي راح ترافقكم اكيد الزملاء جورج السويدي والمصورين راح يكونوا حاضرين تغطيه الحكمه. راح يكون عندنا انترفيوز، مقابلات مع لاعبي نادي الحكمه بهالبطوله. راح نرافقهم وين ما كانوا. لناخذ انطباعاتهم، لناخذ تحضيراتهم بهالبطوله اللي عم بيحاولوا يربحوها. بدي اذكر هالبطوله 8 فرق بتشارك فيها. في المجموعه الاولى موجود فيها الوحده الاماراتي مستضيف البطوله مع الفتح الرباطي، والفتح الرباطي اليوم قدر يربحهم 73-51. وهي اولى مباريات الحكمه والبشاير. في المجموعه الثانيه موجود فيها الكويت اللي تغلب على الكرخ العراقي كمان. وهناك الاتحاد السكندري رح يستضيف مع نهايه الشهر او مع بدايه شهر اكتوبر بطوله الانديه العربيه بمشاركه 18 فريق هناك في اسكندريه. والاتحاد السكندري جاي مع الكوتش المصري احمد عمر بافضل لاعبين مصريين مع لاعبين اجانب بمستوى عالي. وهي البروفا خلينا نقول الاخيره له للبطوله العربيه. يعني راح نشوف دور نصف نهائي مشتعل، وقد نشهد مباراه نهائيه كمان كبيره. ومين بيعرف الحكمه طبعا مرشح للبطوله، الاتحاد السكندري مرشح للبطوله، الكويتي كلها فرق كبيره. ما بدي انسى حدا من الفرق المشاركه ايضا. عموما جاد تشابمان قلت لكم انسلفش تيم بيلعبوا باسكت بول حلو كثير. باسنج جيم رهيبه. نقل الكره من سايد لسايد ونعيم رباي اخذ كره مرتاحه. واو شو حلوه الحكمه، شو حلوه اللعبه الحكمويه على ارض الملعب. قلت لكم عم بيلاقوا بعض بطريقه حلوه كثير، وهذا شيء مميز. سوبر 3 بوينتس نعيم رباي. مش مهم مين سجل، لكن قد ايه كانت مهم مين بيقاتل، مين بينقل الكره من سايد لسايد، مين عم بيعمل ريباوند، مين عم بيركض، ومين عم بيسجل. نعيم اب اند نعيم رباي بكل مره اطول لاعب على ارض الملعب او ثاني اطول لاعب حكماوي على ارض الملعب عم بيعمل الرننج جيم وعم بيسجل بطريقه الفاست بريك. اللي عمل ريباوند مين؟ اقصر لاعب على ارض الملعب بالنسبه للحكمه هو جاد خليل. هذا القلب الكبير، هذا القلب اللي بيربح مباريات، وهذا القلب اللي بيربح بعد هيك بطولات. انا اقصر لاعب، انا بعمل الريباوند، انا اطول لاعب، انا اللي بركض على الفاست بريك وبقدر اسجل. هيك الباسكت بول. اسيست جديد لجاد خليل لنعيم رباي. ان شاء الله رح نكون معكم بالاحصائيات، لانه بصراحه الاحصائيات المباشره ما بتكون متوفره معنا. عم نشاهد اللقطة الأخيرة. طبعا أكيد فيها فاول على تشابمان وعملية المسك واضحة. عموما دائما الكرة عند كريس جونسون. ثانك يو. اذا 67-47 فرق 20 بوينتس. برافو للحكمه. يعني المشجعين عم بيكونوا خلفي تماما، مشجعين نادي الحكمه خلفي تماما. يعني اذا صح لهم كمان يعلقوا معنا بيعلقوا جماهير الحكمه. رائعين جمهور الحكمه. طبعا فهمانين باسكت بول بشكل كبير. تشابمان بالانسايد. بوبو نعيم
نعيم في كل مكان، تمريره عزيز، نعيم كورنر 3 بوينتس جديده، نعيم هالمره ضاعت، تشابمان عم بيقاتل اوفنسيف ريباوند وعم بينجح اللاعب الامريكي كلينت تشابمان بالتسجيل. قلت من الصفقات الجديده اللي عملها نادي الحكمه هالموسم، وقلت اضافه تشابمان مع كلي انتوني ايري مع زاك لوفتون. بالنسبه لتشابمان 35 سنه لكن ما زال عم بيأدي بشكل كبير، لعيب لعب في مونتينيغرو، لعب في فرايبورغ في المانيا، لعب في نادي اسمه هيروشيما في اليابان، لعب مجموعه من الانديه اليابانيه، حتى طبعا شخصيا شاهدته مع فريق ألبا برلين، وشخصيا عم بشاهد مباراه كبيره لنعيم رباي على ارض الملعب مع ألبا برلين، كان رائع. وشفنا مع الهلال السعودي ومع نادي كاظما الكويتي. الحكمه عم بيبعد كما توقعنا 71 مقابل 47، عم بيبعد بالنتيجه، فرق ل 24 نقطه امامنا. وعم بيجبر فريق البشاير العماني على طلب التايم اوت. In 5, 6, 7 minutes, all what you work hard for this. Now you throw it. Now you throw it. Don't throw it. Don't throw it what you did. You did good 30 minutes. Don't throw it. I say, hey, I want to see what you do. I want to see blue. Okay? Give me one pressure on the ball on the pick. يلا شباب يلا يلا صور يلا شباب يلا اوب نايم Here, pass behind there. Okay, family. The first one hand off, guys. Defense, stay on defense. Let's go. 1, 2, 3. Defense. First one hand off. Hand off, hand off. نعيم هذا بيقطع اوفر هيد اللي عم لك عنه الليزر باس، ما راح يقطع بغير طريقه. 47 اذا نعيم ربايل عم بيكون واحد من هدافين هالمباراه. عم نشاهد بعض اللقطات له نعيم اللي بلش المباراه برائعه، طريقه رائعه، 6 بوينتس بالكوارتر الاول، وعم نشاهده عم ببدع بالكوارتر الثالث والرابع حتى. عموما فيري جود ديفنس لجيرار حداديان، بريشر ديفنس من جاد خليل، محاوله درايف ما في روم ابدا، لكن الحكم عم تحتسب خطا على جاد خليل. رح نشاهد رميات حره بهالوقت. اذا في فري ثروز بهالاوقات. فريق البشاير العماني عم ينجح على الرميه الحره الاولى 71-48. ان شاء الله رح نكون ايضا قلت لكم هي اول مباراه اليوم، واليوم الاول لبطوله الوحده الدوليه لكره السله. ان شاء الله يكون عندنا لينك للاحصائيات بشكل مباشر، نعطي كل لاعب كمان حقه بطريقه اهم، طريقه اكبر. عموما جاد خليل دائما يكون عند نعيم رباي، عزيز عبد المسيح، عزيز حلو هاليورو ستيب، جود جاب لعزيز، نقطتين جداد لعزيز عبد المسيح بهالمباراه. قلت لكم الشوط الثاني الحكمه رح يفرق بشكل اكثر، بعد ما كان فرق 12 نقطه بالشوط الاول. حتى مع نهايه الكوارتر الثالث كانت المباراه متقاربه، لكن حاليا بالكوارتر الرابع الحكمه عم بيفرق. فرق جود ديفنس لنعيم رباي. نعيم واحد من نجوم اللقاء، لو كان القرار بايدي رح اعطي نعيم رباي مان اوف ذا جيم. ما بعرف اذا عم بتشاركوني، اللي عم تسمعوني عبر ال LBC وين ما كنتوا، نعيم رباي هو مان اوف ذا جيم بالنسبه لي بهالمباراه. نعيم هاند اوف، عزيز عبد المسيح، عزيز درايف على واو، جود باس، وحاليا سله لجيرار حداديان. شوف هاللعب الجماعي قد ايه عم بيكونوا صبورين، سكرين اول سكرين ثاني، بيك اند رول، تمريره بوقتها، تايمينج، كل شيء عم بيعمل الحكمه وعم بيرفع الفرق ل 25 نقطه. عموما الفريق البشاير كره على 3 نقاط، حلو كثير هالشوط، عجبتني كثير هالشوط. الفريق العماني كمان عم بيفرجينا لاعبين عمانيين مميزين جدا. بسام هو اللي سجل الرميه الثلاثيه الاخيره للفريق العماني. 75-53 جاد الفريق العماني مان تو مان. نعيم
باس سكرين عمر تمريره. على فكره الكره ما بتطول بايد لاعب، يا دوب سكرين وفي اكشن وفي نعيم رباي وفي تمريره وفي باسنج جيم وفي عمر وفي دانك. واو الحكمه بيسجل نقطتين ولا اروع. تخيلوا هالكره بغزير بدنك رائع. عموما حلو نقل الكره من سايد لسايد وما نقلت هيك، نقلت بسكرين اول وسكرين ثاني، وكان على فكره كل لاعب عنده اوبشن يشوت لكن اعطوا احسن اوبشن هو عمر جمال الدين اللي قرر يخترق واللي قرر يرفع الفارق ل 77-53. الكرة دائما عند كريس جونسون الى محمود الصولي، ترجع من جديد نفس اللعيب لكن هالمره ضاعت. ريباوند عند عزيز. الحكم بدون لاعبين اجانب على ارض الملعب، ما في اي مشكله. كلين تشابمان، زاك ليفتون او حتى كلي انتوني ايرلي اللي ما لعب ولا اي دقيقه للمرض وان شاء الله بيرجع قريبا. جاد بيعطي نايس ديش، جيرار بيخلص، بيتمكن الحكم انه ينهي هالمباراه باحسن طريقه. 79-53 لغايه الان قبل 4 دقائق. بنرجع 79-53. الصولي مخرج اللقاء بيقول لي فريق البشاير ما عمل اي فاول اصلا، الحكمه ما خلاه ابدا يرتكب اي فاول. ليه؟ لانه عم نحكي نقل الكره من سايد لسايد سريعه، الحكمه عم بياخذ كرات سريعه بيك اند رول بسرعه، بيلاقوا نفسهم بدون اي ديفنس، لانه لما بتلعب بالهجوم بالطريقه الصحيحه عم بتلاقي الحكمه مرتاح وعم بيسجل الايزي باسكت. شفنا كمان رننج جيم وفاست بريك بوينت. الفريق العماني كمان بدنيا قل، وطبيعي كثير لما نقول في فريش ليجز بالنسبه للحكمه على ارض الملعب. لما يكون في فريش ليجز على ارض الملعب طبيعي جدا يكون التعب على الفريق العماني. كمان من الفريش ليجز والاسماء الجديده اللي بنشاهدها على ارض ملعب يونس عمر بنادي الحكمه. امامنا طبعا الكوتش زوروس. اذا على ارض الملعب يونس عمر لعيب عمره 18 سنه، من الاسماء الجديده اللي بنشاهدها مع نادي الحكمه، القميص رقم 11 امامنا يونس. تبديل على ارض الملعب، جاد خليل راح يروح على البنش. خلينا نشوف مين راح يلعب مركز البوينت جارد. لا اوريدي جاد خليل على الملعب، وراح يكون عمر جمال الدين، وراح يكون جيرارد واحمد ابراهيم. رميه حره بيسجلها الفريق العماني، بسام هو اللي عم بيسجل. 82-57. يا ريت نبقى جوا الملعب وننسى الكوتش زورس وحكم اللقاء، نبقى على ارض الملعب. يونس باول تاتش له بالكره، دائما الكره عند جاد خليل. عمر جمال الدين، عمر عنده درايف قوي على الباسكت، لكن بتمنى مع الكوتش زوروس انه يهتم بشوته اكثر. فيداوي ولا اروع، فيداوي بتخوف، فيداوي جامبر بتجنن يا عمر جمال الدين، مش معقول شو حلو على هاللاعبين قدر يسجلهم. 84-57. حكمه درايف على الباسكت سريعه، لكن بسرعه في فاول من جاد خليل. طبعا هذا فاول واضح على جاد خليل. شوف هالفيداوي جامبر قد ايه حلوه، سويش بسله البشاير. في 5 فاول على جاد خليل، المفروض يغادر جاد خليل ارض الملعب. شوفوا هالفيداوي جامبر من اكثر من انجل رائعه. اذا جاد خليل بيرتكب خطا شخصي خامس وبيغادر ارض الملعب. خلينا نشوف مين مكانه. عزيز عبد المسيح على ارض الملعب. رمية حرة أولى ضايعة على فريق البشاير العماني. كريس جونسون اللي عم بيضيع الرمية الحرة الأولى، كان سجل قبل هيك واحدة من واحدة، حاليا 2 من 3. يونس في تبديل، إذا في تايم أوت للفريق العماني. خلينا نشوف هالتايم أوت وبنرجع نستأنف، نشوف بعض اللقطات من مخرج اللقاء وبنرجع بنكفي.
3 minutes you die there on the court, okay? 3 minutes you keep playing, okay? How many fouls? You got 0 fouls. 0 fouls. I don't want to see easy basket. Okay? Stop fast break. Use. I don't care. You have 5 fouls out. ما عندنا ولا فاول. يلا عاشر. Hey, now repeat. Immediately after, you go like this over the 5, and we go stagger for the 2. Next offense. Let's go. We go. نرجع من جديد للكوارتر، ما تبقى من الكوارتر الرابع من المباراة. مباراة جيدة جدا لنادي الحكمة مع الأسماء الجديدة، مع جهاز تدريبي جديد للحكمة، مع جد خليل وجيرارد الجايين من هومنتمن، مع تشابمان القادم من كافما، مع زاك لفتن القادم من هومنتمن، كلها أسماء جديدة. لكن عم نشوف الشكل جيد لفريق الحكمة أمام فريق البشاير العماني في أولى مبارياته هالموسم خارج لبنان، وأول مباراة رسمية خلينا نقول وإن كانت في بطولة ودية دولية. جيرارد بيحاول نايس موف، هوك شوت لكن ضايعة، تقلان شوي، بدك تشتغل على شوي كيف تفنش تحت الباسكت وترجع تكون خلينا نقول أخف شوي، لأنه يبدو عامل ورك أوت ومعضل شوي، لكن محتاج ليكون هيك أخف شوي تحت الباسكت. راح يكون جيرارد كمان من كي بلايرز للحكمة هالموسم. كرة عند شاكير، بيك اند رول، جونسون بيطلع على مين؟ على جيرارد هالمره ما بيسمح له بالتسجيل. سولي الى شاكير، جونسون باسنج جيم رائع على الفريق العماني، وفي بلوك هائل لعمر جمال الدين، والمتابعه لجونسون تحت الباسكت، توصل عند يونس عمر. حاب اشوف منه لقطات من يونس عمر صاحب ال 18 سنه الحكماوي بالقميص رقم 11. كرة عند عزيز، جاد خليل ب5 فاول بيروح على البنش. كلي أنتوني إيري اليوم ما لعب للمرض، لكن المباريات المقبله رح يكون حاضر. جيرارد بياخذ جامب شوت على الثري، الروعه جيرارد، برافو جيرارد. قلت لكم رح يكون من كي بلايرز المهمين بغزير هالموسم. الحكمة رح ينافس الرياضي، بيروت، هومنتمن، شانفيل ومختلف الفرق على الدوري اللبناني. الحكمة رح يكون حاضر ببطولة وصل، والحكمة بلوك جديد بينحسب لهم الإدارة، بينحسب لهم الجمهور خلف الفريق اللي بيعملوا فريق قوي، فريق جاهز، فريق بيقدر يعمل بأي تشكيلة على أرض الملعب. وجونسون بيضرب لفريق البشاير المرشح للفوز بالدوري العماني هالموسم. كمان ننسى هناك فرق زي النسوة كمان بتنافس على الدوري العماني. عموما الحكمة بهالبطولة بينافسوا الاتحاد السكندري في المجموعة الثانية، مرشحين الفريقين بالاصطدام، ممكن بالسيمي فاينل، ممكن بالفاينل، مين بيعرف. عموما نادي الكويتي بالفرق المرشحة لهالبطولة، وكثير فرق رح نتحدث عنها شوي. كرة عند يونس، مان تو مان ديفنس. يونس في فاول قبل الووكينج، والله يبدو الحكم احتسب ووكينج. خلينا نشاهد اللقطة إذا فيها بادي كونتاكت ولا لوحده. هنا يونس بيحاول كان يعمل كروس اوفر، لا لوحده، ما فيها فاول. بحب اعطي كل حدا حقه على ارض الملعب. اذا مباراة أولى لكل الفريقين في المجموعة الأولى. بدي أذكر فريقين بينتقلوا نحو الدور السيمي فاينل، وهون في بول فيك. سلامات لعزيز. طيب هاي أول ملاحظة بالباسكت بول لازم نشرحها. ممنوع تطير على لاعب يعمل لك بول فيك بهالطريقة. اعمل له كلوز اوت بدون ما تعمل جامب، أعطيه شوطة صعبة بس بدون الجامب. اوكي انا بفهم انه اللعيبه بتحاول تعمل بلوك، يا ريت نشاهدها من مخرج اللقاء. انا بفهم اللعيبه بتحاول تعمل بلوك، بس دونت جامب. ما بصير البالانس تبعك يروح. على فكره هذا خطا غير رياضي، بدك تنتبه لانك مديت قدمك باتجاه اللاعب، لازم تنتبه. الحل عزيز بهالمباراه او بعد هيك مباريات يروح يعطيه شوطه صعبه، يعمل جود كلوز اوت ويعطيه شوطه صعبه بدون جامب. عموما هاي الحكم احتسبها رميتين، لو اللاعب أراها صح كان بيقدر يحصل على 3 رميات. بمجرد انه اللاعب عمل جامب
حصل على الفاول او الكونتاكت معناها 3 رميات حره. الحكم احتسب بس رميتين لانه اللاعب ما كان عمل جامب. عموما 2 من 2 كان ممكن يحصل على 3 لكن كان فيها برضه اصابه لعزيز ممكن تكون اقوى لو عمل جامب. عموما سلامات لعزيز وبرافو لفريق البشاير. برافو للحكمه اللي عم بيعمل اول وين، اول ربح له في بطوله الوحده الدوليه في ابو ظبي. فاول عم بيتصفر. الكره للحكمه من تحت الباسكت. بإمكانكم متابعة المباراة على الإعادة على الBCI في تمام الساعة 10 توقيت بيروت. جيرار تحت الباسكت. شوف كان أسرع جيرار، يطلع أكثر، يطلع أعلى. عشان هيك لسه عم بقول اللعيبة ما وصلت لأفضل جاهزية بدنية. إمتى اللعيب الباسكت بيوصل لأفضل جاهزية بدنية؟ ما راح أقول مع أول الموسم ولا أقول راح أقول لنص الموسم، على الأقل بشهر 1 بشهر 2 راح تشوفوا اللاعبين بليفل ثاني، الأداء بليفل ثاني، انسجام اللعيب مع بعضها بمستوى آخر. ما لازم نحكم على أي فريق بالباسكت بول بشهر 9 بشهر 10 أبداً. تعال على نهاية السنة ومع بداية السنة الجديدة حتشوف هذا الوقت المناسب بالباسكت بول لنحكم دائما على المدرب، على اللاعبين، على الأداء الفني، على كل شيء. يونس عمر بيعمل اوفنسيف ريباوند صاحب ال 18 سنة. عمر جمال الدين بياخذ كرة على الثري. عمر بيسجل على الارك. برأيي في كثير لعيبة حكموية اليوم كانوا مناح، لكن إذا بدي أنعطى حرية اختيار لاعب كان رائع اليوم وأفضل لاعب في المباراة نعيم رباي. بتصور نعيم رباي هو واحد من أهم اللاعبين بهالمباراة مع زاك لوفتون، إما نعيم رباي أو زاك لوفتون، واحد فيهم. نعيم رباي كان رائع اليوم بالريباوندز، سجل باوقات صعبه، سجل من تحت الباسكت، سجل على الثري، كان جود سكرينر، ارقامه كانت ممتازه. عموما 91 67 الحكمه بنقول له الف مبروك، اول فوز له ببطوله نادي الوحده الاماراتي الدوليه، بطوله دوليه، وعم بيربح اول فوز له بالمجموعه الاولى 91 67. نقول حظ اوفر نادي البشاير العماني. هالمجموعه بدي اذكر فيها الفتح الرباطي المغربي اللي ايضا ربح فيها على نادي الوحده في اولى مبارياته، بيكونوا هن الفريقين متصدرين المجموعه الاولى. في المجموعه الثانيه الكويتي اليوم ربح على الكرخ العراقي، وبعد هالمباراه راح تكون المباراه الثانيه اللي تجمع الاتحاد السكندري المصري ومنتخب الامارات. اذا نشيد جمهور الحكمه عم بيكون خلفي، من جمهور الحكمه عم بيكون حاضر بملعب المباراه ليآزر فريقه. بتصور هي دعوة لكل جمهور الحكمة ليأتي ليآزر فريقه، لأنه المباريات رح تكون أقوى المباريات المقبلة، حتى طبعا في النصف النهائي وصولا للمباراة النهائية، لأنه الحكمة مرشح للذهاب بعيدا بهالبطولة، وبالتالي الحكمة محتاج لمؤازرة من كل جماهيره. إذا رح نحاول كمان يكون معنا أحد اللاعبين، يكون معنا مثلا جان عبد النور أو أحد اللاعبين. إذا بهالوقت بينضم لي جان عبد النور. كابتن جان مبروك أول فوز، بداية موسم، جهاز فني جديد.